وعد معين؟ لا، كانت مسألة الحقوق الدبلوماسية مش كانت مسألة عمل، كانت مسألة الحقوق الدبلوماسية. كنت أدرس أنا في حينها في كلية الإعلام، بس بدأت أشوف بأن الإعلامي إذا لم يكن عنده دراسة توازي دراسة الدبلوماسية من أجل يستفيد منها في التحليل، في الطرح الموضوعي، في كذا، لأن الدروس إذا كنا حينها ركزنا على الإعلام فقط ولم تأتي لنا خلفية سياسية ما، يعتبر فقط بس أنطق بما يتحدثه الآخرين. ولهذا أنا حاولت أني ألم بمعلومات أخرى، وهي كانت الأقرب للإعلام هي الحقوق الدبلوماسية. طيب، شخص شجعك على ممارسة العمل التجاري؟ الله يعني كلهم بدأت توفر المشكلة حقي. كان في شخص منتعز اسمه عمي ثابت الأغبري، وهذا كان يعجبني حيوي، وكان يشجعني. كان سني صغير وقتها عندما بدأت أشتغل في هذا المجال، وبدأ هو يرويني كيف العمل، كيف تشتغل، كيف كذا، كيف يعني بدأ يديلي أفق أكبر، يرويني في الحديدة كذا. يعني أنا كان عملي في المعارض الدولية، أحاول إني أبذل لي وكالة تسوق، بس عندما دخلت مع هذا الشخص رواني أشياء ما كنتش عارف. الصراع مع التجار الكبار، اللوبيات وسط المؤسسة الاقتصادية، يعني فهمي أكثر. ما المجال التجاري الذي يمكن أن نقول أنك برعت فيه؟ أولا كانت الفترة قصيرة، والمجال أظن المجال الهندسي هو كان لي أكثر في عقار وفي البنايات وفي هذا كان أكثر، ولكن المجال التجاري اشتغلت فيه الحمد لله وحققت مكاسب. كانت في المواد الغذائية، واشتغلنا في عدة أشياء، ودخلنا عدة مناقصات. يعني لك سجل تجاري، يعني أدوية ومواد غذائية، بس ركزنا في المواد الغذائية. يقول البعض بأنك تستغل هذا السجل التجاري الخاص بالأدوية لتسهيل دخول بضائع أخرى، خصوصا في ظل الأزمة، ومنح تسهيلات لأصحاب الأدوية تحديدا، وبالتالي فأنت تستغل هذا التصريح. أعتقد أن من صار الله ما عاد خلوا أحد من يوم ما أجوا دخلوا صنعاء لا عاد دخلين سفن ولا عاد دخلين حاجة. هذا بالعكس هذه أسوأ مرحلة للتجار. لكن ثمة البنوك تمنح تسهيلات للتجار أو لأصحاب الأدوية تحديدا، وبالتالي يعني تجار الألواح الشمسية يستوردون باسم حسابات تجار الأدوية. هذا يكون للعلم بعد تفجير سيارتي. أنت يعني مسألة يعني إنه كان الضغط علي العمل كثير. كان بعد التفجير السيارة انتقلت في يعني بوضوح يعني نطرحها يعني في مع الرئيس هادي، وكنت أكثر وقتي مع يعني الطاقم حق الرئيس هادي. بعد ما الرئيس هادي انتقل إلى عدن، حاولت بأني أبدأ يعني أهدأ شوية، لأنه كانت تهم حينها أصحاب هادي. والمشكلة أنا في كل مرحلة أبغى عندهم صاحب فلان، فحاولت أهدأ شوية. لما جاءت المرحلة الذي نوعا ما هكذا استطعت بأنه الناس يفهموا بأنه مش من صاحب واحد، بأنه ضروري أنه يكون معه للأخير. أفهم من حديثك بأن محمد عمادي الذي يجلس أمامي هو من أتباع المخلوع هادي. إذا أنت اشتريت تحكم هذا أدي لك حاجة هذا من حديثك. لا هو اشتريت أدي لك حاجة أحسن. يعني إذا أنت شيء من ما عرف واحد إنه يكون من أتباعه. أعتقد من أول شيء أصحاب علي عبد الله صالح، وإن إحنا وياهم فترة وهي كلها كان العمل الإعلامي ضروري، بأنك إذا أنت تكون عند مصدر القرار وتعرف إيش الذي يدور، ضروري أنك تتقرب منه. فترة أنت مع علي عبد الله صالح، فترة التقلت مع علي محسن واشتغلت معاهم في مسألة استلقاء المعلومات في طرح ما تريد. فترة مع عبد ربه. الشيء الأهم والذي يركز عليه الجميع، هل محمد العماد طبل لهادي؟ هل محمد العماد طبل لعلي محسن؟ هل محمد العماد طبل لعلي عبد الله صالح؟ بهذه الشكل لا، بهذا الشكل تستطيع أن تقول بأن محمد العماد تبع لفلان. طيب، سأتي إلى التفاصيل، لكن دعني أستكمل فكرة أشخاص في حياتي. شخص رشحك مستشارا للمدير التنفيذي لشركة النفط. صراحة يعني شخص أعتبره أنه كان يعني هو كان يفكر أن عندي طموح أكثر وقتها. هو وزير المالية السابق محمد زمان.
يعلم بأنني موظف في شركة النفط المفروض من 2003، وكانت علاقتي أنا وياه جيدة عندما كان في الوزارة وكان يلتقي بالرئيس هادي، وكان في لي علاقة أنا وياه، بس وكان يفكر بأنه عندي طموح إني أكبر من هذا. حتى عندما بيطرح لي في شركة النفط قلت له أنا مع يعني في النهاية أنا قد أخلي الوظيفة حقي. قال بس أقل شيء قصته مستشار، في النهاية ما بيش لا صلاحيات ولا شيء، وتتعلم خبرات وتتعلم كذا، وكانت شيء طبيعي. فمحمد الزمام وضعك هنا. م. أين هو محمد الزمام اليوم؟ ظهر في القاهرة أو في عمان تقريبا، يا في القاهرة يا في عمان. مع بحكم أنه أنت كنت مقرب أو بحكم أنه رشحك لهذا المكان. والله محمد زمام أعتبر أنه من الأشخاص الذي حاولوا بأن ينأوا بنفسهم من الجنة، وهذا سلبي مش إيجابي، بس هذه كلمة الحق. البعض يتساءل لماذا لم تتشكل شخصية محمد العماد وفق تسلسل معين، يعني من الإعلام إلى التجارة إلى النفط، يعني لما كل هذا؟ أولا لو كان هناك نظام حقيقي 50 سنة لما محمد العماد تنقل من مكان لا مكان. بمعنى لو كان هناك نظام واضح ونظام يمشي كل واحد بحسب الأولوية، أن محمد العماد تاجر واستمر تاجر. يعني لو كثيرون في الحياة في مجتمعنا وفق مسار تسلسلي معين لم يتخذوا ذريعة النظام سببا لهذا طبيعي لهذا لا طبيعي التناقض. لا طبيعي، أنا أحدد لك النظام طبيعي. من حق الواحد أنه يسلم بالأمر، ومن حق واحد بأنه يبحث إلى أن يشق طريقه ولو تنقل من مرحلة إلى مرحلة على حسب الظروف. بمعنى محمد العماد في الظروف المستقرة كان تاجر، جاءت حرب صعدة، محمد العماد أدرك بأن هناك نقص إعلامي لدى المظلومين هؤلاء والذي كان يتمركز بحسين بدر الدين. بدأ محمد محمد العماد انتقل إلى المنحى دخل وأنصار الله فأصبح مستشارا. لا دخل مسألة، لا دخل بالعكس، دخل وأنصار الله ورجع وراء، مش أقع مستشار، لأن المستشار معروف في الانظمة كله إذا يرقدوا واحد يطرحون مستشار. محمد العماد للأسف بأن كلمة مستشار كأنه صاحب الصلاحية. كم تتقاضى مرتب للمستشار؟ ما حدا يصدق. 42,000. هذه راتب موظف الدرجة الثالثة عشر. لا عدد 2 أشهر ما قصر أبوان. ما هي المزايا التي تحظى بها؟ والله يعني الصدق يعني حق مسألة شركة النفط هي كانت أكثر مما هو يعني. أنا أولا أمنيا ما أقدرش أخطأ بعد تفجير سيارتي الخارجية والداخلة، وهذا مستشار الأفضل فيها أن ما بش فيها دوام ولا فيها مكتب ولا فيها لك أي صلاحية. يعني في النهاية وظيفة فخرية لا فيها أي قرار سياسي ولا فيها أي شيء. ولهذا أنه يعني هي الأفضل في المرحلة هذه بأني أولا أبتعد من الصراع الذي موجود، الصراع المكونات السياسية الوطنية، ومسألة أني أثبت درجتي الوظيفية الذي حاولوا إقصائي من 2003، وبعد بعد ما وفي الأخير تم التوجيه من. كيف استخرجت يعني أمر بتوظيفك عام 2003؟ طبعا هي توصية من المالية، كان حينها وزير المالية علوي السلامي. وكيف وصلت إلى وزير المالية؟ هو كان يعني كانت علاقة شخصية وكذا، مش إنه حتى هذا كصحفي توصية، مش إنه توظيف، علاقة بإنه إنه التعاون كذا. كان في تقريبا 600 درجة، والدرجة كانت ما بين ثانوية وإعدادي، يعني ما بش إنه مؤهلات جامعية وكذا، فانطرحوني ضمن الكادر الذي أدخل. بس للأسف عندما كملت المعاملة حقي استجنت في 2005، وتم دخولهم في 2000 في نص 2005. طيب سأنتقل إلى فقرة أخرى عنوانها أنا منزعج. تنزعج من النقد؟ بالنقد بحد ذاته ما حد ينزعج، من كل واحد بأخطاء فيه، ولكن أنزعج من الأقلام المأجورة. طيب عن الحديث تحديدا، وكثر الحديث عن العمارة القرآنية، العمارة التي بنيت قصا كما يقول البعض، 8 دور. السؤال هنا، إن كنت فاسدا كما يقول البعض، هذا ليس حديثي، فلما استعجلت تبني واليوم ما زال ظرف العدوان؟ لما لم تؤخر قليلا حتى تستكمل يعني العدوان ثم يظهر عليك الطفرة؟
اولا في حاجتين. مم. اول شيء مساله اني في معي انا مساله، انا ما ردي ما